شعب يريد إسقاط النظام. انت مين مفكر حالك؟ صار إلي اسم غير لاجئ، صار في اشياء بتعبر عني غير اني انا بس مستضعف ومحتقر بالحياة. لازم كل نهار اقوم وقف على المراية اقول انا الشامي، انت الشامي، كل العالم العربي بيسمعك. ما رح اسمح لكم تنزعوني انتو وسطكم الفني، بدكم تحاربوا حاربوا. طب ليه بدهم يحاربوك؟ هلا بيقولوا عني مغرور، ما في ثغرة. تركيبتك بتقلقن بتحس؟ انا بعرف ناس ما عم بتنام بالليل. ايه محمد، ايه ما عم بيناموا، هن اللي كبروني. كيف كبروك؟ لما هن كبار ومهمين حاربوني، قاموا كبروني. لو بدك تحكي لمن حكى بعد عن نجوم انتقدوك بالعلن وشو عملوا بالخفا، بيجي نهار وهن بيقولوا شو ممكن يقولوا؟ الشامي، وأخيراً التقينا. عن جد وأخيراً. ليش اليوم التقينا؟ لأني صرت جاهز نلتقي. صار وقت نحكي قصتك بحلوة وبمرة. ايه؟ أي كان أكتر، الحلو ولا المر؟ تعرف إني بجرب قدر الإمكان حتى أنا بإيدي وبعقلانية مطلقة إني أعمل توازن بين الحلو والمر. بس إذا بدي قول مشاعري، قول كتر خير الله، كان الحلو أكتر بكثير من المر، أو يمكن لأنه طبيعتي ما بتذكر المر أكتر من الحلو. حاولت إنك تنسى المر؟ لا، حضنت المر. أنا فهمت بلحظة هي إحدى مفاتيح الكون، إنه الكون في لكل شغلة إلى عكسها. يعني الموت، الحياة، النجاح، الفشل، الحلو، المر. ما فيني أحس بولا شيء إيجابي لو ما بعرف السلبي. فبلحظة من لحظات حياتي لما أنا عم أقول كتر خير الله، سألت هالقد أنا ومبسوط كتر خير الله لأنه قطع هالقد مر. فبتوصل لمرحلة بتقول حتى كتر خير الله على المر لأنه خلاني انبسط هالقد بالحلو. فهمك معنى الحلو، صح. وحسسك بقيمة النعم بحياتك. إذا بقلك على إيدك اليمين، عدد لي أبرز النعم يلي أنت ممتن لها بحياتك. العائلة، يعني أهم شيء بحياتي. محبة الناس، القبول اللي الله عطيني إياه، الحمد لله.